ثوان لتطفأ شعلة، دقائق لتذبل زهرة وتفرغ فكرة، أيام تنفد فيها الطاقة، سنوات في هذا العالم، وكم سيبقى؟ فكر للحظة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أما العلم اليوم فقد أثبت أن لهذا الكون بداية ولا بد له من نهاية في يوم ما، وهذه الحقيقة الكبرى ورد ذكرها في القرآن الكريم والذي أنزله الله قبل 1400 سنة خلت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكل ما في الكون من كائنات حية وغير حية من أكبرها إلى أصغرها سوف تزول. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفجأة ساد الصمت على وجه الأرض، توقف القتل والشجار بين المخلوقات، نهاية العالم، نبوءة نبي. الجزء الأول، هذا المصير المحتوم الذي تنتظره الكائنات ويثير الفضول في كل زمان، يتكرر ذكره في آيات القرآن الكريم. وقد حرص الإنسان منذ القدم على أخذ ما أمكن من المعلومات حول ساعة القيامة من الأنبياء عليهم السلام. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، وقد أمر أنبياء الله تعالى بأن يجيبوا بالقول: قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ترك الله تبارك وتعالى خبر ساعة القيامة مخفيا عن الناس، غير أنه أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأمارات وعلامات تسبقها. ولما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، خص الله تعالى أمته بظهور أشراط الساعة فيها، وبينها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان وأتمه، وأخبر أن علامات الساعة ستخرج فيهم لا محالة، فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر يبين للناس هذه العلامات. وفي هذا الفيلم الذي تشاهدونه سوف يتم عرض بعض العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تظهر اقتراب الساعة. واقترب الوعد الحق، علامات الساعة الصغرى، موت الفجأة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة
أن يظهر موت الفجأة. رواه الطبراني. وقد وقع الكثير من هذه العلامة. تقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. أخرجه البخاري. لقد تمكن الإنسان في القرن الحالي من صناعة طائرات أسرع من الصوت، وتمكن بواسطة وسائل النقل السريعة مثل القطارات السريعة ووسائل النقل المتطورة الأخرى من قطع مسافات طويلة في ظرف ساعات قليلة كان في الماضي يقطعها في رحلات تدوم شهورا. وعلى هذا النحو يكون ما ورد في الحديث قد تحقق بالفعل. ويمكن فهم عبارة يتقارب الزمان من الحديث الشريف بهذا المعنى. والعبارة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام تفيد بأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في آخر الزمان تكون في مدة أقصر مما كان عليه الأمر في السابق. وفي الحقيقة فإن التطور العلمي الحالي مكن الإنسان من القيام بأعمال كثيرة وبشكل أحسن. وهناك حديث آخر بمعنى هذا الحديث. تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. رواه أحمد. وأما تقارب الأسواق فذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب القنوات الفضائية التي تعرض أسعار البورصات العالمية في قطر من الأقطار، فيعلم به التجار في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص، ويبيعون ويشترون من خلال الشبكة العنكبوتية في أقل من ساعة. التطاول في البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأل عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. صحيح مسلم. وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر، فتطاول الناس في البنيان. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. رواه البخاري. وهذا فعلا ما تحقق اليوم، فالدول دخلت في سباق في هذا المجال، وكل دولة تسعى إلى إنشاء ناطحات سحاب أكثر ارتفاعا من غيرها، وهذه العلامة يوجد الكثير منها. كثرة الزلازل. Holy shit! Oh my God! قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. أخرجه البخاري. ومن بين هذه العلامات التي وردت بكثرة في الأحاديث النبوية نجد الزلازل. حسب ما أورده مركز الإعلام القومي الأمريكي للزلازل، وقع في عام 1990 فقط 20,832 زلزالة. ونتيجة لهذه الزلازل فقد عشرات الآلاف من الناس حياتهم، وهذا العدد يعتبر مرتفعا جدا بالمقارنة مع السنوات التي سبقت. وعند النظر في كثرة الزلازل وارتفاع القتلى نتيجة ذلك، نتذكر مرة أخرى
الأحاديث التي تتحدث عن دلائل آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة مواتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. أخرجه أحمد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل،